اهلا بيكم حلقة جديدة من رقم سري. والحلقة امبارح كانت انتهت ان عرفنا ان اللي عمل التحويل هي أميرة. اخر حد ممكن حد يتوقعه ان هو يعمل التحويل وانه يقتل. لسه طبعا ما زلنا مين القاتل، ولكن عرفنا التحويل مين السبب فيه. وطبعا هي خرجت من البنك ومحدش عارف هي راحت فين. هنا ماجدة علوان بتبقى طالبة ان هي تقابل لقاء، ولكنها بتقعد تسأل عم منصور بقى شوية أسئلة. انت متعرفش حاجة عن اللي قتل ندى. لو تعرف وما قلتش هيتحكم عليك. كلام كده كتير تهديدات. فهو قال لها حضرتك اقعدي هنا لحد ايه ما تخش المدام لقاء. هنا بقى دخلت للقاء. يعني مش يعني المفروض ان البت دي أميرة هي السبب في كده. هي بتعرفها ان هي بقى أميرة عملت كده وهي اللي دارت عليها، اللي هي عايزة تلبسها برضو للقاء. طبعا لقاء اتكلمت بكل ثقة ان هي ملهاش اي علاقة بالموضوع دوت. دولت طبعا مازالوا بياكلوا في روحهم بسبب لقاء، وكمان بسبب ان لما عرفوا ان أميرة هي اللي عملت كده. هنا بيجي باسم يقول لهم ان احنا ما نحكمش عليها الا لما نسمع برضو هي عملت كده ليه، ويعني وصلت لكده ازاي يعني. هنا عمرو أنيس بيقعد مع كمال زين النجم عشان خاطر يعني مستفز جدا، بس بجد أحمد رفاعي عامل دور يعني غلب كاميليا في وتر حساس بجد. بيتكلموا بقى على موضوع الفلوس اللي بره، وان هم هيجيبوها ازاي، وان هم يعني ايه يقللوا الناس اللي معاهم يعني. هنا عايز بيقول له بقى ان موضوع ان مش لقاء هي اللي كانت عملت التحويل. فهنا لطفي بيقول انا كنت حاسس ان هي ما عملتش كده، زي ما انا حاسس برضو ان هي مش هي اللي قتلت. طبعا برضو لطفي عبود. ومن هنا برضو مرة تانية بندعي الابن عمرو وهبة، وكل اللي بيسمعني برضو يعني انا عاملة فيديو ليه بسبب مرضه. ومن خلال الفيديو انا اسفة ان انا باخد من المسلسل، ندعي بس كلنا الابن عمرو وهبة ان هو ربنا يشفيه ويقوم بالسلامة ان شاء الله. نرجع للمسلسل تاني بسرعة. وهنا مجدي كانت هي طلبته لقاء، نفس الاسئلة ونفس اسلوب ندى لقاء بتعمله بالظبط، كأنها كانت بتبقى سامعة هي بتقول ايه وهي بتتصرف ازاي. واخداه وعمالة تسأله مين أنسب واحد للمكان، هل انت حاسس ان انت مناسب للمكان ده، هل انت توافق، هل لو مش انت مين اللي انت ترشحه ان هو يكون في المكان ده. بيخرج بقى مجدي من عندها، بيروح للمكتب بتاعه بيقول لها أميرة اللي مشيت دي مش عارفين راحت فين، وكمان باسم. قلت له لا باسم ما مشيش ده في المكتب. فبيروح له بقى في المكتب بيقول له انت رايح مكتبك، عارف ان ده مكتبك، وقعد يرغي معاه الرغي بتاعه الغتت ده. هنا بقى لقاء راحت للطفي. وهو هنا بقى بيعتذر لها عن الطريقة اللي هو اتكلم معاها بيها ساعة ما راح يبارك لها بعد ما بقت المديرة. قالت له انا عامة مش جاي هنا عشان اسمع اعتذار، انا عايزاك ان انت يعني ايه تكمل. انا الحمد لله ان انا يعني القضية الاولى انا الحمد لله تمام منها، اهم حاجة بقى القضية التانية. فلا انا واثق ان انت القضية التانية برضو انت مالكيش علاقة بيها. هنا طبعا باباها بيقول لها ان هو فرحان ان هي وصلت للحاجة اللي هي نفسها توصل لها بمجهودها وشغلها، بس في نفس الوقت هو خايف عليها وخايف عليها من نفسها.
وخايف ان هي توصل لدرجة زي ندى. هنا ده بيروح لمجدي علوان، بتقول له ان هما زودت له المبلغ، يعني المبلغ بتاعه وزاد معرفش نص مليون تقريبا. فهو قال لها لا مش عايز. قالت له بقول لك ايه، انت هتوافق تاخد الفلوس اصلا؟ الفلوس مش بتاعتك، دي انت جايبها من الغسالة. فكتم وقال لها طب خلاص ماشي اوكي موافق، بس اخبار الفلوس اللي بره ايه؟ قالت له لما اعرف اي حاجه عنها اكيد هبقى اقول لك. بيجي معانا هنا بقى عمرو انيس الغتت، وبيبقى قاعد مع مجدي الغتت. يعني سبحان الله، اتنين اغتت من بعض قاعدين مع بعض. هنا بقى قاعدين مع بعض بيقول له عايزين نخرج ميرنا من الحسبة. فالتاني وافق اوكي، يعني اللي هو قال له اوكي ابيع اي حد، المهم ان انا اخد كاشات زي ما بيقول. هنا بقى هي ميرنا حاسه بغدر من مجدي، فراحت لده عشان يبقى ايه، يعني حابه لطف وكده، بس عايزه حد يبقى واقف جنبها، لان حست ان مجدي ممكن يخدعها، وممكن ما تاخدش حاجه من الفلوس ديت. هنا مجدي بقى لسه جاي وهم قاعدين، فبيقول لهم ايه ده، بدأتوا الاجتماع ولا ايه؟ فقالوا له انت ما شفتش الايميل؟ اسمها دي لقاء اختارت خلاص النائب بتاعها. لا اكيد طبعا، يعني باسم. قالت له لا مش باسم. فقال لها لا اوعي تكوني انت يا ميرنا برضو، معقوله؟ قالت له لا مش انا يبقى ايه بقى، اختارت حد من بره بقى الفرع. قالت له لا ما اختارتش حد بره الفرع. قالت له اختارتك انت يا مجدي. طبعا جاله اسبهلال ان هي فعلا اختارته. انا كشخصيا برضو حاسه ان اختيارها ده وراه حاجه، يعني مش لله في لله. بس طبعا اللي هنعرفه بقى عن هذا الامر اكيد في الكام حلقه. يعني احنا وصلنا الحمد لله 27، فاضل 28 29 30، معانا 3 حلقات من رقم سري ان شاء الله، ونقدر نعرف كل الحاجات اللي احنا لسه مش عارفينها. وبكده كانت خلصت الحلقة بتاعتنا النهاردة. أتمنى أن الملخص ينال إعجابكم، وانتظرونا في أخبارنا الفنية وملخصات للمسلسلات اللي بنتابعها. بشكركم جدا وإلى اللقاء.